كان في لحظة كل حاجة فيها اتغيرت. كنت ماشية لوحدي وسط التلج. الدنيا كانت هادية قوي لدرجة إني كنت سامعة صوت نفسي وأنا بتنفس. بس جوايا كان في إحساس غريب، كأني مش لوحدي، كأني حد بيتفرج عليا وبيستنى اللحظة الصح عشان ياخدني. ما كنتش أعرف إن اللحظة دي هتكون آخر لحظة في حياتي. أنا اللي اختفيت من غير أثر، من غير صوت. وأنا دلوقتي بقيت مجرد لغز. أنا ماورا موراي، كنت طالبة تمريض في جامعة ماساتشوستس. عندي 21 سنة. حياتي كانت ماشية طبيعي. يمكن من بره كنت باين عليا قوية، بس جوايا كان في ضغط كبير. دراستي، شغلي، مشاكل في حياتي العاطفية، حتى علاقتي بأهلي كانت ساعات بتتلخبط. في يوم 9 فبراير 2004 قررت إني أختفي. مش عارفة ليه بالظبط. يمكن كنت عايزة أبدأ من جديد، يمكن كنت تايهة، يمكن كنت خايفة. دخلت على الإنترنت وبحثت عن فنادق صغيرة في فيرمونت، مكان هادي بعيد عن الناس. وبعتت إيميل للدكاترة في الجامعة إني مش هحضر الأسبوع ده عشان في وفاة في العيلة، وده ما كانش حقيقي. سحبت كل اللي في حسابي، حوالي $280. اشتريت شوية عصاير كحولية وكام حاجة أكلهم في الطريق، وبعدين ركبت عربيتي وسافرت من غير ما أقول لحد أنا رايحة فين. الساعة حوالي 7:30 بالليل. كنت سايقة في طريق جبلي منعزل، تلج حواليا وبرد، وكان في مطب. العربية خبطت في شجرة أو جنب الطريق. واحد من السكان المحليين شاف الحادثة ووقف يساعدني. قالي أجيب لك إسعاف؟ قلت له لأ، أنا تمام. اتصلت بيهم خلاص، بس أنا ما كنتش كلمت حد. بعدها ب10 دقايق الشرطة وصلت، لقوا العربية فاضية، الباب مقفول. أنا كنت اختفيت. من وقتها محدش شافني، لا آثار، لا بصمات، لا شهود، لا جثة. كان في حاجات غريبة. محفظتي، موبايل، رخصتي اختفوا معايا، بس لابتوبي، كتب الجامعة وأكلي كانوا لسه في العربية. ناس قالت إني كنت هربانة من حاجة، ناس قالت إني كنت مكتئبة وهربت من الحياة، وناس تانية قالت إني اتخطفت. بس في نظر الكل أنا كنت بس بنت تايهة، وعشان تايهة محدش دور كفاية. بعدها بسنين أختي عملت بودكاست تحكي فيه قصتي، تحاول تفتكرني، تحاول تلاقي إجابات. بس الحقيقة إني ما اختفتش، بس أنا ضعت في مكان مش أي حد بيخرج منه. أنا ماورا موراي، ومش مهم أنت شايف قصتي إزاي، بس لو لقيت نفسك يوماً بتفكر تختفي أو تمشي من غير ما تقول لحد، خلي بالك، يمكن الطريق اللي هتمشي فيه ما يرجعش منه حد. قولولي في التعليقات، تحبوا تكون القصة الجاية عن مين؟